اسهل وانجح وصفه رولي تقدروا تطيبوه وما يتشققش معاكم، خفيف ريشه وبزاف بنين. كنت تجربوه على بالي تعجبكم الوصفه وتنجحوا فيها. وبلا ما نفصلوا الصفار على البياض، هيا نبداو نحضروا اروع رولي بالكرز. عندي هنا 5 حبات بيض، 5 ملاعق كبار سكر عادي، لافاني وقرصه الملح. وبالخلاط الكهربائي نطلعهم حتى الخليط ماشي غير ابيض بصح تحسوه ثقال شويه. نضيفوا 5 ملاعق كبار زيت و5 ملاعق كبار ماء، وبفيتاس ضعيفه نخلط شويه. ودوكا دالة الفرينه اللي نحطوا منها 5 ملاعق كبار معمرين مليح، ونحطهم على دفعتين، ما تنسوش تغربلوها. نخلط غير بالعقل من الفوق للتحت، ونزيدو كيس خميرة الحلويات وزن 10 غرام. حطيتها في صينية 30 على 40 سنتيم، فيها ورق الطهي وبعود خشبي. عدلت السطح وحطيتها تطيب في الدرج الثاني في الفرن، نار قليلة 170 درجة، وحمرتها من الفوق. كي خرجت رشيتها بالسكر الناعم وقلبتها، نحيت لها ورق الطهي. وتقدروا في هذه المرحلة مباشرة تبداو تشكلوا الرولي تاعكم. وإذا حبيتوا تروليوه بهذه الطريقة وتخليوه داخل منشفة، لكم الاختيار. المهم الوصفة ناجحة. شوفوا كيفاش ما يتشققش معنا. أنا حبيت نشربه بشوية حليب ونحشيه بكريمة دبلومات قاعدتها كريم باتيسير، فيها نص لتر حليب، 4 ملاعق كبار سكر عادي، 6 ملاعق كبار نشا، حبة بيض. ونخلط بارد في بارد ومباشرة فوق النار، ونبقى نخلط مرة على مرة حتى تعقد. في الأخير نضيف لها شيكولا بيضاء اختياري، ملعقة كبيرة زبدة وعطر لافاني. في نفس الوقت نطلع زوج كيسان سعة 220 ملي شانتيي مع كاس غير 4 ماء، وندمجهم مع بعضهم حتى نتحصل على قوام حاكم روحه. الكريمة تاعي نحيت منها شوية وحطيتها في الثلاجة باش نزين بها، والباقي درتو كحشو مع معجون الكرز اللي كنت شاركته معكم تاني في الفيديو السابق. شوفوا هنا راني نرولي فيه. واذا حبيتوا القشرة الفوقانية تريح وما تتنحالكمش، ما تخلوش فوق ورق الطهي يطلق البخار تاعو، غير يطيب بداو تشكلوه فيه. بصح اذا حتغطيوه كيما انا عادي. كي نكملوا نرولي ونضغطوا مليح بهذه الطريقة، ونحطوه في المجمد يحكم روحه، وتزينوه كيما حبيتوا. ومادام وقت حبل الملوك كان لازم نشارك معكم هذا الوصفة، ما تنسوش تجربوها.